صباح الخير عدن، صباح الخير أبناء عدن، صباح الخير سيرة وشمسان وكل الوجوه السمر في عدن، كل أبناء بشكل عام. هنا مكمن الفرس ومربط الفرس ها هنا، ليس فقط بالتعليم العالي وإنما في وزارات عدة، في وزارات عدة، وهذه هي الخطوة الأولى وستأتي بعدها خطوات. لن نرحم أي فاسد كان من الوزراء، سواء كان في الشرعية أو المناصبة أو انتقالي أو شرعية أو من هذه التسميات، لن نرحم أحد. فالشعب مل. سياسة التجويع والتركيع والمحاباة إلى هنا أعتقد أنه خلاص بلغ سيل الزبا على ما يسمى بحكومة معين مجلس الرئاسة في المناصفة. ما شفنا بالمناصفة هذه يعني شفناها من الكذبة إلا البلاء والوباء. أنا أفضل أن الوزير هذا إذا كان برا لا يرجعش. الوزارة تقفلت واي وزير فاسد معانا ملفات ثقيله مره. اظن الشباب انهم ما حد يتراجع، لا الشعب ولا القوه ولا يعني لا رواتب لا خدمات لا حياه كريمه، لانهم اعطونا الامور هذه. اذا نعيش يعني شعب محترم، شعب ذو يعني قيمه، يعرف قيمه نفسه، ولا انهم اعطونا دوله لا من ذا ولا من ذا. اذا ما عاد فيش حاجه نبكي عليها، ما فيش حاجه نبكي عليها، نبكي على ارض ووطن. جوعتونا اظن يعني هكذا حتى لا يزعلوا من الاخرين. دول التحالف الكرام انتم مسؤولون مسؤوليه تامه عن هذا الامر، لستم ببعيدين عنه. من يمولهم؟ من يعطيهم هذه الحكومه الفاسده؟ من اللي يعني اتانا برشاد العليمي او مش عارف اسمه هذا تمام. وفرض دائما نحن ابناء الجنوب لازم نتنازل، نقدم التنازلات. الرئيس عبد الرب منصور هادي قدم تنازلات علشان ايش؟ عيدر الزبيدي قدم تنازلات وما يزال في المنطقه الى الان تحت الاقامه الجبريه، نقول هكذا بالمفتوح. صحيح. يعود عيدر الزبيدي كي يعني نعرف مالنا وما علينا. تمام. بعد هالكل حدثنا حديث. من يسير مع الشعب فنحن مع الشعب. من يحبنا بنحبه، واللي ما يحبنا ما نحبه. يقع تحالف شرعيه انتقالي جن عفاري ما نعرف ارض ووطن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.